السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. أخبارنا تهمك كأهلاوي وتهمك كزملكاوي. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة إذا ما كنتش مشترك وفعل الجرس، ونبدأ في الأخبار على طول. وأقول لك صلي على النبي عشان نبدأ في الفيديو وكمل فيديو الآخر هيعجبك. معانا أخبار عن الأهلي. طيب، هل الزمالك هيشارك في بطولة النخبة؟ شكوى الأهلي كانت إن مش هشارك في بطولة النخبة أو في السوبر الأفريقي أو أي بطولة مستحدثة إذا لم يتم عقاب الزمالك لأنه انسحب من البطولة القديمة أو بيسموها القديم. فمعانا رد اتحاد الكورة على الكلام دوت. طب إيه تاني؟ الأهلي استفسر من الكاف على حاجتين معينين والكاف رد عليه. أقول لك إيه هما الحاجتين وإيه رد الأهلي. طب معانا ايه تاني؟ معانا ماذا قال لاعب الزمالك السابق على امام عاشور. ومعانا كمان اخبار عن الاهلي وقرعة الاهلي او قرعة كاس العالم للاندية. ومعانا رد وزارة الشباب والرياضة على شكوى الشيبي ضد حسين الشحات. كل ده هنقوله لك ونبدأ على طول. اول حاجة، الاهلي طبعا زي ما احنا عارفين كان قال مش هشترك او ضغط على الاتحاد بمعنى اصح. قال لك اضرب له البطوله تسويقيا بما ان هو عمال يضغط عليا ومش عارف. الاهلي الاربع لعيبه، طب هناخد منك 4 لعيبه، طب هناخد مش عارف ايه. فالاهلي قال لك خلاص انا مش هشترك في اي بطوله مستحدثه لو ما عاقبتش الزمالك على انسحابه من السوبر اللي فات. فالرد الاتحاد على الاهلي وقال له ان فعلا الزمالك مش هيلعب ماتش السوبر او مش هيلعب بطولة السوبر بشكلها الجديد وهيتعاقب على انسحابه البطولة اللي فاتت. والخبر بيقول لنا عاجل اتحاد الكرة يخطر الاهلي باستبعاد الزمالك من بطولة السوبر في نسختها الجديدة، حيث تواصل جمال علام مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واكد له ان البطولة ستقام بنفس لائحة البطولة القديمة، وده كان طلبه الاهلي طبعا، مؤكدا على أن اللائحة المنظمة للبطولة سوف تعلن خلال الفترة المقبلة. والخطيب خلال تواصله مع رئيس اتحاد الكرة أكد على ضرورة تنفيذ عقوبة الزمالك بالاستبعاد من البطولة. وأكد جمال علام أن الزمالك لن يشارك حتى وإن توج بطولة كأس مصر، يعني حتى لو الزمالك خد كأس مصر برضه مش هيشارك في بطولة السوبر بشكلها الجديد عقابا على انسحابه البطولة اللي فاتت. طيب، ده أول خبر يخص الأهلي ويخص كمان الزمالك. طب تعالى للخبر التاني. الاهلي كان بيستفسر من الكاف على ايه؟ الاهلي بعت يستفسر من الكاف على اولا جوائز الدوري الافريقي الجديد، ايه الجوائز وايه اللي هيعود عليا كمكسب اذا اشتركت واذا خدت البطوله، لان مفيش ارقام رسميه لحد دلوقتي. طب البند التاني، مين هيتحمل تكاليف ماتش اتحاد العاصمه الجزائري اللي هو ماتش السوبر؟ فالاتحاد ما ردش على البند الاولاني لسه. في الاهلي منتظر يشوف هيعود عليه ايه من الدوري الجديد، ايه بالظبط الجوائز لو انا اشتركت. طب بالنسبه للبند الثاني اللي هو ماتش اتحاد العاصمه، رد عليه الكاف قال له ان انا هتحمل حوالي 25 تكلفه 25 فرد بس من المسافرين، يعني 25 مسافر بس. طبعا الاهلي استاء من الموضوع دوت، وخاصه انه بطل دوري ابطال افريقيا وبيلعب السوبر، فالمفروض انت تتحمل كل البعثه. فبعت الاهلي وفي انتظار الرد على البند الثاني. فهنا الخبر بيقول لنا ان في خطاب رسمي بعت استفسر الاهلي من الاتحاد الافريقي كاف في خطاب رسمي تكاليف جوائز بطوله الدوري الافريقي في ظل تضارب الارقام وعدم وجود شيء رسمي. وكمان تم الاستفسار عنه في النادي الاهلي ومعرفه من يتحمل تكاليف السفر والاقامه اثناء البطوله السوبر الافريقي. يتحمل من اجل استفسار عن من يتحمل تكاليف مباراه اتحاد العاصمه الجزائري في السوبر الافريقي. الكاف اكد انه سوف يتحمل تكاليف سفر 25 فرد بس. طبعا هو ما اثار استياء النادي، خاصه انه بطل دوري ابطال افريقيا، وهناك حاله ترقب لرد الكاف. مستنيين رد الكاف على البند ده اللي هو 25 فرد بس، وكمان على العائد اللي هيعود عليا من الدوري الافريقي الجديد. ده تاني خبر معانا. نخش على تالت خبر، الشيبي وحسين الشحات. الشيبي كان صعد الموضوع
بتاع حسين الشحات من خلال ناديه طبعا، وبعت شكوى لوزارة الشباب والرياضة، لكن وزارة الشباب والرياضة ردت عليه قالت له احنا مش جهة اختصاص، احنا بنقف موقف حيادي، وحولنا الموضوع بتاعك، او المفروض الموضوع بتاعك مع مديرية الشباب والرياضة في بني سويف اللي انت خاص بيها او اللي انت تتبعها كنادي بيراميدز، وهم اللي هيبتوا في الموضوع. احنا لست جهة بت، لكن هيبتوا في الموضوع يبعتوا لنا النتائج. ده اللي قاله، او ده اللي قاله الخبر. تؤكد وزارة الشباب والرياضة أنها تقف على مسافة واحدة من كل الهيئات والأندية الرياضية، وتعمل في ذات الوقت على التعاون مع الجميع للارتقاء المستمر بالرياضة المصرية. وبخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الشكوى الواردة من نادي بيراميدز، فإن ما تم من إجراءات في هذا الشأن هو مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهة الإدارية المختصة الواقعة في نطاقها نادي بيراميدز مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، بأن الوزارة ليست جهة اختصاص للبت في أي شكاوى خاصة بالشأن الإعلامي أو المشاجرات أو المشاحنات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدربين أثناء أو بعد مباراة كرة القدم. يبقى إذا الموضوع خاص بمديرية الشباب والرياضة في بني سويف، وهم اللي يبعتوا لنا لأن هم جهة الاختصاص. ده بخصوص شكوى الشيبي لحسين الشحات بعد ما صعدها. طيب عندنا أخبار إيه تاني؟ الأهلي زي ما احنا عارفين لعب مباراة ودية، والأهلي مع كولر متعود على التلاتات، وفاز ب3 مقابل هدف، يعني 3 أهداف مقابل هدف في أول مباراة ودية. واللي جاب الأهداف كهربا وصلاح محسن وزعلوك، ال3 مهاجمين بتوع الأهلي. وده حاجة كويسة لأن كولر دايما كان عاوز يطور إنهاء الهجمة، وإن المهاجم يعرف ينهي قدام الجول، وده مؤشر كويس. طب نيجي للخبر اللي بعده. عندنا واحد كان بيلعب في الزمالك كده قبل كده اسمه أسامة حسن، بيقول لك اللي هو كان قبل كده قال لك اقسم بالله امام مش هيروح الاهلي، وامام زملكاوي، والقصص اللي احنا سمعناها دي كلها، وكهربا مش هيضيف للاهلي والقصص دي. طبعا كهربا بعد ما قال كده، كهربا بقى هداف الايه افريقيا، فهو نقل نفس الكلام على امام عاشور. قال لك امام عاشور مش هيضيف للاهلي حاجه، وهيخسر من ان هو ساب الزمالك. وانا بقول لك يا عم احنا عاوزينه برضو زي كهربا كده، زي ما قلت قبل كده، كهربا مش هيضيف حاجه، كهربا بقى هداف افريقيا. وعاوزك تتفرج على امام عاشور مع كولر يا عم اسامه، وشوف امام عاشور هيعمل ايه. وامام عاشور طبعا شارك في الماتش الودي اللي فات هو ورضا سليم، والاهلي كسب 3-1. طيب تعالى بقى بالمناسبه، طالما جبنا سيره الاهلي، كلنا شفنا قرعه كاس العالم للانديه، والاهلي قرعته وقعت مع اما اتحاد جده، اما مع اوكلاند سيتي، واعتقد طبعا مع الاتحاد. الاتحاد فريق قوي، عنده بنزيما، عنده كانتي، عنده كل الكلام ده. بس انا كاهلاوي احنا اتعودنا نقول ايه؟ الاهلي هو الاهلي، والاهلي بمن حضر، والاهلي واخد على البطوله دي. واحنا كاهلاويه ما عندناش مستحيل، عارفين ان الماتش صعب، بس احنا دايما عندنا ثقه في الاهلي اللي عمل ماتش قدام ريال مدريد، وعمل قدام بايرن ميونخ، وماتشات كتير، وبطولات افريقيا 11 بطوله. بنقول لك خلي بالك الاهلي ما بيخافش من حد. تمام. طيب هل عندنا اخبار تانية؟ اخر خبر، اوسيريو اتعرض عليه عبد الله السعيد ورفض التعاقد معاه، وطبعا عنده اسبابه. اولا كده كده انت في الزمالك اصلا معكش مبالغ ماليه. ثانيا عبد الله السعيد عامل السن مهم برضو في التعاقد. فقال لنا كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي خلال برنامجه اللعيب عن موقف المدرب الكولومبي كارلوس أوسيريو المدير الفني لفريق الزمالك عن ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز. وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية أن الكولومبي أوسيريو مدرب الزمالك رفض فكرة التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك. وزي ما قلنا لو فكرنا هنلاقي فعلا عامل السن مهم. وبكده تخلص أخبارنا، وأقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.